السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ على الله الجميع يكون بخير، اللهم امين يا رب. في اول الفيديو يا حبايبي كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة وافضل السلام، وما تنسونيش بلايك واشتراك ودعوة حلوة منكم، امانة عليكم يعني. ما ينقصناش الا دعاكم بس، دعوة حلوة كده ان انا ان شاء الله ربنا يكرمني كده وقدها معايا على خير، وربنا يسترها كده لان الجو عندنا بقاله كام يوم شتاء وهوا وزعابيب، وربنا يسترها لان كده باذن الله مسافره مصر بكره، فربنا يسترها بس والجو بكره يبقى كويس على ما اسافر واجي. هي الزياره مش هطول يعني. راح طبعا قلت في الفيديو اللي قبل كده ان انا تعبانه وراح اكشف هناك عند دكتور. اختي يعني عماله تزن عليا، دكتور كويس وممتاز وكده، وتعالي واكشفي هنا ولو بعد الشر بقى ربنا يسترها وحدد لي العمليه تاني، ممكن اعملها هناك. فهروح ان شاء الله نمشي من هنا، عندنا العربيه بتطلع من عندنا من البلد بالليل. المشكله بقى انا رايحه لوحدي، فبنتي بتقول لي هاجي معاكي وكده، فطبعا مش هاخد واحده واسيب التانية، فلسه هشوف يعني هعمل ايه. والله عماله اقول لها سيبيني يعني اللي بعد العيد حتى كده بس المشكله بقى ان انا تعبان. فالمهم ما علينا، ربنا يشفي كل مريض في الدنيا يا رب. لان بصراحه لو جينا ندور يا جماعه والله العظيم، يعني انا لما كنت في القاهره عند اختي، ورحت معاها، كان هي لها اعاده عشان برضو كانت عامله عمليه وكده. اللي يشوف الناس في المستشفيات والله العظيم يقول ما في حد سليم بره، تحس ان الناس كلها جوه المستشفيات. يعني انا قعدت بتخنق بصراحه، لان انا في المستشفيات دي ليا ذكريات، يعني الله لا يعيدها يا رب. فالمهم ربنا يسترها علينا. شوفوا يا جماعه بقى الحلاوه، بسم الله ما شاء الله. يعني قلت لكم انا عندي فرخه نايمه وكده والفراخ بقى التانية بتبيض، فقلت ايه اما اسيب البيض فوق يمكن ربنا يكرمني كده وفرخة تانية تنام ولا حاجة. بدل ما اروح نجيب الكتكوت من المعمل بكام و30 جنيه، فاهو تبقى حاجة في البيت وكده، فما فيش حاجة راضية تنام. فخفت بصراحة لا يكسروهم، بسم الله ما شاء الله. وكنت في المحل بقى جنبنا وبقول له البيض بكام الطبق، لقيته بيقول لي 170 جنيه. قلت اللهم صل على النبي، طبق بيض اهو. طلعت جبته من على السطح من عند الفراخ، ربنا يبارك فيهم يا رب. قلت بدل ما يكسروهم خسارة او يعملوا حاجة، فلميته جبته غسلته وسلقت له 4 بيضات كده، اكلتهم بألف صحة طبعا. وبعدين ايه، عند البنات بقى بتاكلش البيض ده. قلت لا انا اكل مش مشكله، هم احرار بقى، ابقى اجيب لهم طبق من المحل وكده وخلاص. هنا بقى كنت جايبه 3 كرنبات، بسم الله ما شاء الله كده، حاجه صغيره كده، كنا بنجيبهم الاول 3 كرنبات دول او 4 ممكن ب10 جنيه. لقيته يوم السوق بتاع الكرنب بيقول لي ايه الكرنبايه ب10. المهم شوفوا قد ايه دي صغيره يعني، جبتها كادو كده. جبت 2 وجبت ده عليهم كده ايه بال20 جنيه، يعني جبت التلاتة بال20 جنيه. عند البنات بقى بقالهم فتره يا ماما احنا ما كناش محشي من زمان ومش عارف ايه، وجبت السوق اللي قبله كرنب. البنات بقى بصراحه مبسوطين، فلما لقوني سلقت الكرنب وعينته في الفريزر زعلوا، انت ما بتعملناش محشي؟ قلت لهم خلاص هتبرع لكم يوم الجمعه واعمل لكم محشي. تمام. بقى فرحانين بقى بصراحه يعني. فقلت بقى نجيب نص كيلو لحمه، احسن من الفرخه. هي اللحمه ب400، والفرخه عشان نجيب فرخه 2 كيلو ونص ولا حاجه هتعدي 200 وشويه. فقلنا نجيب نص كيلو لحمه ويبقى شويه شوربه وحته لحمه مع المحشي وخلاص. بعت اجيب ابن اختي على ما رنت عليه وعبرني وجه، وراح لقى الراجل خلص. قلت يلا بقى ملناش نصيب، ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله. هنا بقى إيه انا كده بدات يا جماعه لف محشي. هبدا لسه اجهز، يعني كانت العيشه لسه هتأذن، ما كانتش لسه، وكنت مكسله بقى بصراحه يعني. فقلت يلا ما اقوم اتشجع بقى وايه، واسلق الكرنب ونعمل الصلصه ونظبط دنيتنا. فبنتي بقى حبيبتي برضو ام ادم كانت بتقول لي يا ماما انا هعمل. قلت لها يا بنتي طب ما تيجي نتغدى سوا وكده، بس خايفه على العيال من الشتاء بقى والموتوسيكل والهوا وكده. قلت لها خلاص خليك. قلت لها طب اجهز انا يعني الف المحشي واجهز واجي، بس برضو البرد وكده المهم قلت لها خلاص يا بنتي كل واحد ياكل في بيته، بلاش وجع قلبي بقى. هنا قالت لي خلاص هنشوف بقى اللي هيطبخ الاول مين ولا يخلص الاول مين ومش عارف ايه. قلت لها يا حول الله، المعزه تعلم امها الرعيه. يعني انت اللي لسه متجوزه بقالك كام سنه هتعلميني؟ ماشي.
هي بتشتغل من بعد العصر. والله العظيم هي بدأت شغل تسلق الكروب، وهي كل الحكاية عندها كرومبة. وقلت لها ماشي كبير قوي يا ماما، مش عارف ايه يعني، كل الحكاية كرومبة اللي هتسلقها. قلت لها خلاص ماشي. هنا بقى يا حبيبي ولعت على المية وقطعت الكرنب. وطبعا بوقف الفيديو، وكنت ناوية ان انا بقى هلف المحشي بالليل واقوم الصبح اولع وكده. بس طبعا عشان اعمل بقى ايه، حلة كده على قد انا وجوز البنات، بس ما عرفتش برضه. نفسي يعني ان انا ايه، يعني اعمل حله كده صغيره، ان انا يعني تنزل من على البوتاجاز تتحط على الاكل بتخلص على طول والحله تتغسل. بس ما بعرفش اعمل كده، ان ما كلتش انا على الغدا وكلت وشبعت واتعشيت، ولو فضل تاني يوم مش مشكله، يبقى انا اكن ما عملتش محشي. هنا بقى وقفت الفيديو على ما خرطت البصل، لان انا بصراحه في تخريط البصل الله اكبر عليا، ما شفتش واحده زيي في المطبخ في تخريط البصل. بصوا انا اعمل اي حاجه في المطبخ، يعني مفيش اي مشكله، بس ابعديني عن تخريط البصل وعن ان انا احمر اي حاجه في الزيت. يعني بط، فراخ، حاجات في الزيت ابعديني، بخاف من الزيت موت. المهم، كيس السمنه كنت جايباه، كنت ناوي اعمل لهم محشي من قبل كده وركنته بقى. طبعا بحب احط لما يكون عندي السمنه حته سمنه على شويه زيت، ويا سلام بقى لو حته دهن كده من عند الجزار، بتخلي المحشي ده حكايه. فكنت نفسي والله ان انا اجيب، شوفوا الحله اللي كنت هعمل حله الاصغر من دي، بس جبت الكبيره. ما شوفوا بقى الالمونيا والغسيلها والحلاوه والجمال. اه رايكم، لايك واشتراك في القناه بقى، امان عليكم ما تنسنيش. كل اللي يتفرج على الفيديو يحط لايك واشتراك. اللهم صل على النبي. بس بصراحه طلعوا شويه محشي الله اكبر. المهم يا حبايبي بقى، انا طبعا السمنه كانت جامده، فتحت الميه السخنه كده وشوفوا بقى النصيحه اللي انا فيها ما شاء الله، عشان بخاف من الزيت والحاجات دي. اللي ايديا مبلوله والكيس مبلول، والحله نشفت من الميه طبعا، وحطيت وناسيه وعماله نزل في السمنه، ولقيت بتاع السمنه عماله بقى تطربش في وشي. قلت الله اكبر، لحقت نفسي ووطيت النار تحت الحل. بس بصراحه شويه محشي تسلم ايديا، والف صحه للي اكل. هنعمل ايه يعني؟ يعني البنات عمال نتكلم في الغلا ونتكلم في الحاجات غلت، يعني مش هياكلوا. طب هنعمل ايه؟ يعني انا الاول قسما بالله كان يعني يوم الجمعه ده معروف عندنا محشي وممبار، مكرونه بشاميل، فراخ. يعني كل يوم جمعه كده. كانت اللي عند البنات بتزهق، يعني ماما ما احنا زهقنا ماما، الوقت بقى ماما اعملي لنا، ماما اعملي لنا. يعني انتوا الاول اللي مريحيني ولا الوقت مريحيني، اعمل لكم ايه؟ المهم عملت برضو، يعني بشوف بقى فيديوهات ان الواحده بتعمل شفشق طماطم واحد، لا انا ممكن اعمل اتنين وتلاته. والحله شوفوا برضو كترت صلصه، والحمد لله والشكر لله عملت على قد المحشي، وفاض معايا يعمل لي كمان مره. هنا البصل بقى يا جماعه، طبعا الاول كنت بعمل ايه، اخرط البصل واحط السمنه والزيت واحط البصله الاول واحمرها. الدقه السحريه بتاعتي، الدقه دي اللي محدش يعرف يعملها، دي بتخلي لي الاكل الله اكبر. دي يا ست ام ادم يلي بتقولي لي يا ماما نفسي اعرف الوصفه بتاعتك، ايه الخلطه السحريه اللي بتحطها في المحشي بيخلي طعمه حلو كده؟ الدقه دي يا حبيبتي، دي اللي انا بعملها. الدقه دي فيها جميع البهارات، 7 بهارات على بعض، وشبت وتوم. بصي ما يعني انا عملتها وجربتها والله العظيم ما هتستغنوا عنها في المطبخ ابدا. شوفوا جميع البهارات عليها، والملح والشبت. وكنت جايبها طازه بقى وغسلته كده قبل ما تحط في الفريزر. وعملت بقى الدقه دي اول امبارح. دي بقى هتلاقي منها سمك، هتلاقي منها اي حاجه، خضار بتطبخيه اي حاجه، بسم الله ما شاء الله. حطت بقى منها على البصله. دي فكره امي يا جماعه، كانت تقدح الزيت والسمنه وتطش فيها الطماطم، شاف الطماطم كده تقوم حطاه يغلوا غلوه معاكي، تكون عامله البصله بقى بالبهارات والملح ودعكاها بايدك دعكه مية مية كده، بس انا طبعا بعملها بالمعلقه. وبعدين تحطها على الطماطم. اتفرج على الفيديو يا ست ام ادم واعرفوا امك بتعمل المحشي ازاي. تمام، شوفوا بقى يعني تشم الريحه بس. ناقصني بقى الوقت في الطبخه بتاعتي دي حته دهن كده من عند الجزار. كان الدهن ده عندي يا جماعه قسما بالله. وبتاعت مرق الدجاج بقى كده واحده، حطيها يلا مش مشكله. كان الدهن ده عندي الاول في الفريزر على طول، ما كانش بيتمنع عني. ليه؟ كنا كل ما نروح نجيب لحمه، الجزار اللي كان قصادنا هنا ده
يحطي لي بسم الله ما شاء الله حته كبيره كده، احطها في كيس في الفريزر. كنت بعمل منها كل حاجه قسما بالله، كانت بتخلي الاكل طعمه جميل برضو. المهم بقى ما لقناش لحمه، يبقى المحشي بقى عايز جنبه ايه؟ عايز جنبه ايه؟ بطايه. بطايه حلوه كده وتتحشى برضو وتتحمر وتتوط. بس الله يسامحها امنيه بنتي. امنيه بنتي دي بصوا هي اللي مكرهاني قسما بالله. يا امنيه، لا يا ماما، عايزه تعملي اعملي لك انت. طب انا هعمل انا واكل وهي لا؟ طب نطلع فرخه كده من اللي انا ذبحاهم تربيه ايد ماما كده، ومفيش احسن من التربيه في البيت، وفراخ بقى مش بلدي ده هندي كمان. الله اكبر، اكنكم بتاكلوا رومي وحياة ربنا. لا برضه شوفوا بقى هنا، إيه لفات بالليل. انا كنت ناوي ان انا هلف الصبح، بس ايه لقيتني بقى مسهره ومش جالي نوم. لفات بالليل، وخدت بقى دش بعد ما خلصت الشغل بقى في المطبخ وكده. وقمت الصبح بدري، رحت جبت الفرخه الساعه 8 ونص كده، أنا نزلت جبت فرخه وجيت ولعت على الاكل على طول. يعني كنت الساعه 11 ونص انا والبنات كنا بنتغدى. شايفين بقى؟ طبعا بسم الله ما شاء الله امنيه قامت روقت الاوضه كده، فتحت الشباك على وسع بتاع الاوضه والشمس داخله جميله. شايفين المحشي والحلاوه والجمال؟ قسما بالله حبه محشي مالهم حل. يا رب الفيديو يعجبكم. امانه عليكم، ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه. وبألف صحه ونفسي كل حاجه اعملها والله العظيم ادوق كل اللي بيتفرج عليا منها. وادي الشوربه بقى، بطبخ الفرخه بعرقها وزودنا حبه شوربه بس على قدنا كده. وبسم الله ما شاء الله الله اكبر. واتغدينا بدري والحمد لله. ويا رب فيديو يعجبكم، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامه.